كود نابليون. هل تعلم أن القانون الفرنسي المدني اللي صدر سنة 1804 في عهد نابليون بونابرت واللي اتسمى باسمه قانون نابليون إنه كان يعد ثورة في التشريعات القانونية في الوقت ده في أوروبا نظرا للبنود اللي تضمنتها المتعلقة بالأسرة والملكية والشراكة وغيرها؟ أفاجئك وأقول لك إن نابليون بونابرت نحت البنود دي حرفيا من الفقه الملكي، وده اللي أكده جوستاف لوبون ولويس سيديو إن نابليون أثناء عودته من حملات الشرق في مصر وفلسطين في الوقت ده أخذ معاه كتاب يتناول شرح المذهب المالكي، لدرجة إن بعض العلماء والقامات القانونية في مصر من بينهم وزير حقانية في مصر في القرن 19 أكدوا إن الفقه المالكي يصل إلى 90% من القانون الفرنسي. مثال على ذلك مسألة العقود، من شروط لزومه بالإيجاب والقبول من المتعاقدين، شروط صحة العقد بصفة عامة، عيوب العقد، حرية المتعاقدين، وانتقال الملكية للموكل، قضايا الملكية، دليلها، حكم وضع اليد، شروطه، نتائجه، بالإضافة إلى أحكام الملكية المشتركة، الشراكات وتعريف الشراكة والشركة، حتى المحلفين مأخوذ من نظام اللفيف في الفقه المالكي. طب هل نابليون فقط اللي استمد بنود قانونه المدني من الفقه الملكي؟ طبعا لا، فريدريك الثاني ملك صقلية وإمبراطور جرمانيا استمد قوانينه كذلك من الفقه الإسلامي، بالذات فيما يتعلق بالضرائب المباشرة والغير مباشرة، الهياكل العسكرية والرسوم الجمركية، واحتكار الدولة للمعادن وبعض البضائع. بل إن البابا سيلفستر الثاني درس الفقه الملكي بعمق، وبالأخص فيما يتعلق بالأصول والشراء والمبيعات والتعويضات، وحمل المعلومات دي معاه لفرنسا.